السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. لما تيجي تاخد كورس انجلش تبع الامريكان دبلومة لازم التيتشر بتاعك يبقى فيه 4 حاجات. لو ما لقيتش ال4 حاجات دول بلاش تاخد معاه وروح شوف تيتشر تاني. ال4 حاجات اللي لازم تعملهم عشان تجيب سكور كويس في الامريكان دبلومة هما نمبر 1 انك انت تذاكر الليسنز او الكوريكولم او المنهج كويس. نمبر 2 ان انت تحل اكزامز كتيرة على الكوريكولم ده. نمبر 3 انك انت تشتغل على تحسين اللانجوج بتاعك بشكل عام، الريدنج سكيلز ومهارات القرايه بتاعتك. ونمبر 4 انك تشتغل على الفوكابلري. تمام، انك تشتغل على الفوكابلري. كل حاجه من الاربعه دول لازم تسال التيتشر بتاعك عنها وتشوف هل هو حاطط لها بلان ولا هو ماشي، ويعني ان شاء الله الدنيا تمشي بعدين. لو ما حسيتش ان هو حاطط بلان كويسه وان هو يعني عارف بيعمل ايه في الحاجات دي، بلاش انك انت تاخد معاه. طيب ازاي اسال عن كل حاجه من دول وايه الحاجات المهمه اللي لازم اسالها بعد بق الشاي ده؟ يعني بص يا باشا، بالنسبه للبيزكس اساله البيزكس هتاخد مننا وقت قد ايه. تمام، يعني اغلب الناس بتاخد في البيزكس من 2 to 3 months، يقعد من 2 ل3 شهور بيدي البيزكس بس. في بعض الحالات ناس بتعمل حاجات مكثفه شويه، زي احنا عندنا الطلبه بتيجي على جريد 12 طبعا ما عندهمش او تالتة ثانوي، يعني طبعا ما عندهمش لسه الرفاهية ان هم يقعدوا 3 شهور بياخدوا البيزكس بس، فبنضغط لهم البيزكس شوية في 2 شهر. وبنبدأ نحل من الشهر التاني. بس في العموم ده مش مهم، يعني المهم انك انت لازم تسأل التيتشر بتاعك هل في بلان معينة هو حاططها للبيزكس ولا لا. تاني حاجة بالنسبة للإكزامز اسأله مستر هو انا اقدر ابدأ احل إكزامز امتى. نفس الكلام لازم تحل إكزامز بعد بالتقريب ما تبقى شغال في البيزكس على الأقل من 2 ل3 شهور، يعني بعد 2 أو 3 شهور بيزكس تبدأ تحل إكزامز. فلازم تسأل التيتشر بتاعك بالظبط امتى يا مستر أقرب فرصة أقدر أبدأ فيها بيزكس، أنا آسف، أقرب فرصة أقدر أبدأ فيها امتحانات. تمام، إن أنا أحل. حاول إنك أنت تاخد منه ديت بالتقريب تقدر على امتى، وحدد بناء عليه هل هتقدر تاخد مع التيتشر ده ولا لأ. تمام، لو تيتشر قالك بعد 2 ل3 شهور وحدد لك بالظبط تاريخ، يعني بص بالتقريب على ديت كذا هتبقى بدأت تحل امتحانات، كل ما الديت ده يبقى اقرب يكون افضل. طيب غير دول في عامل مهم قوي قوي بقى، ده اللي الناس مش مركزة فيه. ايه يا مستر البلان بالنسبة للريدنج سكيلز مهارات القراية بتاعتي وبالنسبة للفوكابلري؟ لازم الانجليش تيتشر اللي تاخد معاه يبقى عنده بلان لده وبلان لده، يكون بمنتهى الوضوح هنعمل كذا عشان نحسن مهارات القرايه عندك ونعمل كذا عشان نحسن الفوكابلري عندك. لازم تحس ان في بلان واضحه، انت عارف هتخش تعمل ايه هنا وهتخش تعمل ايه هنا. لو ما لقيتش البلانز دي بلاش، يعني لازم تختار تيتشر عنده، بلاش الغلطه اللي اغلب الناس بتعملها، يهتم بتيتشر بيدي المنهج بس. مع احترامي الكلام ده في الكونتريز اللي بره مصر، يعني لو انا واحد في السعوديه، لو انا واحد في الامارات، لو انا واحد في اي حته غير مصر اللي هي اصلا مدارس انترناشونال بتاسس انجلش كويس، عادي خالص مفيش مشاكل. يعني مش لازم يشتغل معاك على تحسين اللانجوج. لكن انت في مصر موضوع اللانجوج ده اصلا هو اكبر عيب في الامريكان دبلومه، ان اغلب المدارس هنا مش بتاهلك انك انت يبقى عندك لانجوج كويس. فلازم تسال تيتشر بتاعك كويس في الموضوع ده، ان هل هنعمل بلان نحسن بيها اللانجوج ولا لا. نفس الكلمه بالنسبه للفوكابلري. خلي بالك انت الامتحان الاي اس تي الاخير بدون مبالغه ربع الاسئله اللي جت في سيكشن الرايتنج كانت فوكابلري بس. فلازم الانجليش تيتشر بتاعك يكون عنده بلان واضحه للكلام ده. وبس كده، يا رب يعني افيدكم انكم تكونوا استفدتوا، اسف، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.